واحده بتقول متجوزه من 15 سنه وعندي ولد عنده 8 سنين. في بدايه جوازي كانت امورنا الماليه مستقره، وحصلت ظروف وانقلب الحال وادين جوزي، وبدا والدي ووالدتي يساعدوني. والدي بيديني مبلغ شهري اصرف منه على البيت لان مرتب جوزي بيدفع كله سداد للدين، ووالدتي متكفله بعلاج، عندي سكر وضغط، وهي كمان بتكفل كسوتي وكسوه ابني. ولما ابني جه يدخل المدرسه تعهد والدي انه هيتكفل بمصاريف، وفعلا دخله مدرسه لغات وبيدفع له فوق ال 25000 جنيه كل سنه. والحال ده بقاله اكتر من 6 سنين، واي حاجه بتبوظ في البيت هم بيتكفلوا بيها، غساله، ثلاجه، تكييف، ميكروويف. ده غير انه مره كان عليه مبلغ للفيزا، والدتي ادته 30000 جنيه يسدد بيهم الفيزا. بيعملوا ده بحب والله، وبيقولوا لي عشانك وعشان ابني. المشكله للاسف هو بيتعامل معاهم باسلوب وحش، وما بيحبش حد فيهم يجي يزورني، ولما حد بيجي بيقلب وشه ويكشر ويتضايق، وممكن يسيبهم ويدخل ينام في الاوضه. والدي اخد باله وكلمني قبل كده في الموضوع ده، وقال لي جوزك بيتضايق وانا مش هجيلك تاني. فانا طبعا زعلت واتكلمت معاه، وهو بيقول لي انا حر محدش يتحكم فيا. والنهارده والدي عندي وبرضه نفس الكلام. قلت له عيب وقوم اقعد معاه، ده ضيف. يقول لي محدش بيروح يزور حد ويبات عنده عشان والدي بايت عندي من امبارح. وكلام كتير بايخ زعلني جدا. ده غير انه بيتكلم عليهم وحش، وسمعته مره بيشتم في والدتي وبينتقدهم قدامي. بس انا بوقفه عند حد وبقول له اهلي خط احمر. طلبت من اهلي يوقفوا المساعدات بس هما ما رضيوش، قالوا ظروفك صعبه وما ينفعش نسيبك كده. ولما فكرت انفصل ابني تعب نفسيا جدا، وبقى كل شويه يعيط لانه مرتبط بابوه جدا ومتعلق بيه. فاتصرف ازاي مع جوزي؟ وللعلم هو السبب في مرضي واصابتي بالسكر. واسف على الاطاله.